في حاجة كده عندنا اسمها ظل التمسك أو التملك عند الراجل. أعرف إن هما بيسموا الحاجة دي ظل إنها بتكون ملازماك من غير ما تحس. فأنت تخيل معايا كده إن أنت اتعرفت على ست حسيت معاها بأمان إثارة وكان في تواصل كويس ما بينكم وحسيت إنكم ممكن تاخدوا خطوة إيجابية مع بعض. وبعدين دخل راجل تاني في المشهد ولقيتها بس مجرد إنها بصت له وابتسمت. حسيت فجأة بشوية قفلة في صدرك، مش مرتاح، جالك إحساس بغيرة أو شوية تهديد. هنا الموضوع ما بيكونش عن البنت اللي قدامه أو اللي بيسموه صاحبها، تلاقي فجأة حاجة ظهرت جواك وبتقولك الله ده أنت طلعت بتحبها. طب هو يا ترى الحب ده ممكن يتاخد مني؟ ده الاهتمام ما طلعش كله ليا وكان محدود، ويا ترى هو أنا لازم أنافس عشان أكون مهم؟ ده اللي بيسموه ظل التملك في الرجولة، الجزء اللي بيحب يسيطر ويتملك ويكره إنه يخسر. التنبيه اللي ظهر فجأة جوه الراجل ده ما بيكونش سبب ان هو كويس او وحش، هو فجأة حس ان هو ممكن يبقى اختيار تاني او ما تعودش ان حد يختاره اساسا. طيب لو لقيت نفسك جالك الاحساس ده واتضايقت وغيرت، بدل ما تفكر انك توزن العلاقة دي بمنتهى الهدوء وتفكر هي تنفعك ولا لا، تعمل ايه؟ فلازم تعرف ان الامان الداخلي اللي جواك ما بيعتمدش اساسا على الناس، هو بيعتمد عليك انت، ويا ترى انت شايف نفسك ازاي. وتعلم انك لازم تكون حنين على الجزء اللي خايف جواك، القسوة هنا عمرها ما كانت حل. حلو على فكرة ان انت تحب من غير ما تتملك، والاختيارات دايما موجودة حواليك كتير، فانت مضيقها ليه؟ انت بس مجرد تفكر كده وشوف اللي قدامك مناسب ليك ولا لا، بالعقل مش بعشم. بيقولوا الملك الحقيقي بيكون واثق في مكانته وما بيحتاجش يحرس عرشه، وبيكون عارف كويس ان اللي مكتوب له ليه مش هيضيع منه. المواضيع اللي بنتكلم فيها بتكون صغيرة كده ولذيذة وبتلفت نظر ناس كتير لحاجات فيهم ما بيكونش واخدين بالهم منها. لايك وشير عشان تدعم المحتوى المحترم، واكتب رأيك دايما في الكومنتات، انا بقراها كلها وبنتكلم فيها. انا هيثم المعداوي وان شاء الله هكون واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.